طلعت فين؟ الدنيا مقلوبه. طب بطوله مسلسل. فطلعت جه من اسكندريه الصبح، وبعدين ميعاده مع استاذ فاضل في ماسبيرو بالليل. اوكي. فهو جالنا الصبح، فقعد بقى يودعنا بكلمات يعني رثاء، يعني انا عمري ما هنسى الواجب مواقفك معايا، واشرف ياما وصلتني، وناصر ياما استضفتني، خلاص راح في حته بقى تانية. وانا مهما اكبر يا جماعه انا واحد افتكركم. منكم. وقعد عمل ايه مشهد. المهم كات على باب ماسبيرو مخرج احمد البدري مستني النجم الصاعد الجديد مين؟ طلعت زكريا. طلعت كان ما شاء الله. فالمهم ايه، طلعت زكريا قام واخده من ايده وطلع يجري الاسانسير على الاستاذ فاضل. الاستاذ فاضل ايوه الدنيا مقلوبه. اوكي. طلعت زكريا فين؟ استاذ طلعت زكريا ايوه فين؟ قال له ما هو ده. فالاستاذ فاضل بص في الصوره اتاري طلعت بقت صوره عامل فيها احمد عز عامل حد تاني كات تاني يوم وقاعد معانا بيعيط طبعا خلصت ومفيش حاجه ورجع تاني عادي يبكي حظه طبعا. ده عالمي. طب انتوا كنتوا صحاب؟ طلعت ياما عمل فينا حاجات. اوكي. مره كنت انا وهو ومجدي صبحي اخو الفنان محمد صبحي طبعا وناصر سيف والفنانه عزه بلبع، كانت تعمل فيلم اسمه رشيد 84. اوكي. فرشيد فسافرنا معاه. اوكي. خلاص كنا اصحاب قوي ما بنسيبش بعض وبتاع. المهم رجعنا على اسكندريه مستنيين بقى ايه نركب وبتاع، فقعدنا في كازينو على البحر كده. اوكي. وبعدين اكتشفنا ان احنا ما معناش اللضا. خلاص يعني كل معانا كلام فارغ. اوكي. فطلبنا 2 شاي وهنموت. تاكلوا مفيش بحاجه؟ لا ميتين. اوكي. فانا قمت قايل للراجل بيجيب الطلبات، قلت له انت عارف ده مين؟ فالراجل بص لي كده قال لي مين؟ قلت له ده الفنان طلعت عدنان مطرب الجبل. الراجل دخل، هو كان في نايت جوه، دخل لقيت صاحب البتاع جاي. لا فنان طلعت عدنان يا دي النور يا دي الهنا. وقمنا ايه ترابيزه. لا اقسم بالله ترابيزه وهو طبعا كمل. فنانه عزه بلبع، كانت عزه برضو شويه معروفه وبتاع. المهم ايه، قلت له انا بقى رئيس الفصل، قلت له الفنانه عزه بلبع، صوت فيروز، الفنان طلعت عدنان جبل، فنان مجدي صبحي. مجدي بيقلد فنانين جامد جدا. مجدي ده عبقري. المهم ايه، وطلع طلعت قعد يغني على المسرح بيطبل وبدنا نتجوز على العيد، وقعدوا يتحايلوا عليه يمضي عقد. لا في اقسم بالله واتعشينا والله. وبكده بالصدفه صباح الفل تصدقوا البق كله تمام. طلعت مواقفه معايا كتير. وانت لما ساعة ما ربنا يرحمه بقى طلعت تعرض للموقف ده، انت كنت ملاصق ليه طول الوقت؟ يعني الحمد لله يعني احنا كنا مرتبطين ببعض جدا. وهو ترك فراغ، يعني هو رشحني في اول بطوله ليه اللي هو طباخ الرئيس. طباخ الرئيس. وانا خدت بالي ايه اللي بيحصل. اوكي. كنا في اسبوع بنت او ابن محمود ابو غفار زميلنا كان في حدائق الاهرام، فهو قال لي سعيد حامد عليا. فسعيد حامد هو طلعت قال لي على فكره مرشحك في دور مهم وبتاع. فانا ايه، هي الناس شايفاني جد جدا وبتاع.